بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش اليوم الاثنين باذن الله. كالعاده لمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر. جوه مصر وفي الدوري المصري الممتاز الجوله رقم 18 الزمالك يفوز على سموحه بنتيجه 3-1 مستعيدا جزءا من توازنه المفقود وحاصدا 3 نقاط تحت قياده فيريرا غابت منذ زمن بعيد، هي الاولى هذا العام سنة 2023. أما على مستوى باقي الأندية فالاستعدادات ما زالت متواصلة من أجل استئناف المسابقة يوما بعد يوم في الجولة رقم 18 اللي هتختتم يوم الخميس بإذن الله، بينما الأهلي يحصل على راحته قبل بدء رحلة جديدة هذه المرة إفريقية في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ونشر الأهلي صورة قائلا أمامنا العديد من التحديات فكونوا جاهزين. النهارده في الجوله رقم 18 من مسابقه الدوري المصري الممتاز تواجه الفريقان سموحه والزمالك في استاد برج العرب، حيث الامطار الغزيره وحيث الارضيه المبتله وحيث الزحاليق من كل الاتجاهات، وفاز الزمالك بنتيجه 3-1 على سموحه. الاهداف الثلاثه حسمها الزمالك من شوطها الاول في ظرف 7 دقائق، وكانها من دقائق الموسم الماضي، لأن موسم الزمالك الحالي حتى الآن مهتز بشكل كبير جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الإفريقي. فكم اشتاق جمهور الزمالك لمثل هذه الدقائق السبعة اللي سجل فيها شيكابالا هدفا وأحمد مصطفى زيزو هدفين، علشان من الشوط الأول تبقى المباراة شبه حسمت ويستحوذ سموحة ويهدد في بعض أوقات الشوط الثاني ويسجل هدفا متأخرا ويحصد الزمالك 3 نقاط تعيد من جديد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة. النهارده جيسوالدو فيريرا اللي كسب أول مباراة ليه من سنة 2023 من ساعة ما بدأت المسابقة، لأنه في سنة 23 دي الزمالك كسب فيوتشر لكن كان بيقود المباراة وقتها الكابتن أسامة نبيه، ومباراة فاركو خسرها لكن كان بيقودها الكابتن برضو أسامة نبيه. ما قبلها وما بعدها مباراة شباب بلوزداد لم يفز فيها الزمالك إما على المستوى المحلي في الدوري أو في الكأس أو في بطولة أفريقيا أمام شباب بلوزداد. فجيسوالدو فيريرا الآن هو شخصيا استعاد جزءا من توازنه في الوقت اللي اللعيبة استعادت جزءا من ثقتها في نفسها. وكان واضح من تصريحات فيريرا بعد المباراة في قصة إنه الفرقة فقد الثقة، وعلشان كده كان طبيعي التراجع في الشوط الثاني على مستوى الفني للفريق. ده كان يبدو أمرا منطقيا وتصريح منطقي من فيريرا، لأنه الزمالك النهاردة بدأ المباراة بشكل جيد في ظل النتائج المخيبة جدا اللي حضر بيها الفترة الماضية، وفي ظل غياب جماهيري كمان ربما بسبب بعد المسافة في برج العرب أو الظروف المناخية، لكن أكيد من ضمن الأسباب اللي غاب بيها جمهور الزمالك النهاردة هي نتائج الفريق المهتزة جدا مؤخرا. وبالتالي الزمالك كان بالنسبة له الفوز هو أهم شيء، والفوز تحقق بأداء جيد في الشوط الأول من المباراة قبل ما يتراجع الفريق. برر فيريرا الأمر ده بأنه تراجع بسبب الإرهاق. 3 أيام كان في ماتش، النهاردة بنلعب ماتش، بعد 3 أيام تانيين هنلعب ماتش، وفي ليبيا هنسافر بحسب كلام الزمالك يوم الأربعاء إلى ليبيا من أجل مواجهة يوم الجمعة في 3 عصرا عشان ما تنسوش. مبروك للزمالك وهارد لك لسموحة. وكيف بدأ الفريقان التشكيلة النهاردة؟ هنبدأ بسموحة صاحب الأرض اللي تشكيلته مع الكابتن أحمد سامي كانت كالتالي: في حراسة المرمى الهاني سليمان، قدامه أحمد شوشة وأحمد حكم. شريف رضا لعب النهاردة ناحية اليمين عشان يحافظ محمد المغربي على مكانه ناحية الشمال، ومكانه دي أقصد بيها مكانه في عهد الكابتن أحمد سامي، لأن اللاعب ده بالأساس مساك لكن بقاله مباراتين هو بيلعب في مركز الظهير الأيسر. كانت جبهة مرهقة جدا بسبب أن الزمالك استخدمها كلها، سواء من خلال شيكابالا، من خلال زيزو لما اتنقل خلال الشوط الأول، من خلال سيد عبد الله وسيف جعفر كمان. فكانت الحتة دي مرهقة جدا على المغربي. يعني كمل يا مغربي. أعتقد كابتن أحمد سامي دايما بيكون له رؤية في فكرة تغيير مراكز اللاعبين دول، وهم عايز يكتشف مغربي في مكان مختلف. احمد جمال ومحمود حليم كانوا في قلب الملعب، حسين فيصل كان قدامهم، مصطفى سعد ميسي واحمد مصطفى على الطرفين، وفي المقدمه حسام حسن المهاجم اللي واضح جدا ان هو يعني بيحب ان هو يكون
الرجل الاول في اي فريق، هو قائد سموحه. وطول ده نوع ده حسام حسن بشوف ان هو لاعب من اللعيبه اللي طول ما انت بتديها مهام وبتديها مسؤوليات جوه الملعب بيبقى هو مبسوط. واعتقد ان ده الفارق ما بين حسام حسن سموحه وحسام حسن الاهلي، انه هو ده اللعيب اللي بيبقى حاسس ان الفرقه كلها في ظهري وان انا اللي بقود الفرقه، فبتلاقيه ان هو بيجري وبيحاول وبيضغط وبيهدد وبيصوب وبيسجل او كاد يسجل النهارده، لان الجول اللي سجله سموحه كان عن طريق اللاعب محمد النادي في الشوط الثاني من المباراه بعد تصويبه حسام حسن اللي لعبها من فوق العارضه. طيب الزمالك بقى على جانب اخر هنتكلم عن تفاصيل المباراه، لانه في بدايه المباراه حسام حسن محمد عبد الغني ومع محمد عبد الشافي من ناحيه الشمال، الكره رايحه جايه مع الزحلقه، اخطا عبد الغني، حاول يشتت، وقع حسام حسن. في اول دقيقه من المباراه الكابتن ابراهيم نور الدين اشار باستمرار اللعب، لكن الكابتن مصطفى مدحت في الفار قال له تعالى بص، وتعادت الكره قدامنا فيما كان يعني قرارا جدليا. اللي جاب الجول على فكره بتاع سموحه محمد الصباحي مش محمد النادي، انا اسف. وبعدها اتحسبت باستمرار اللعب. كان واضح انه في تلامس يعني او التحام او دوسه، لكن الكابتن ابراهيم نور الدين طبعا هو حسبها بتوقعه ثم بص فلقى انه التوقع بتاعه من وجهه نظره كان سليما يعني. فالمباراه من اولها كده واضح ان هي كانت هيبقى فيها احداث. بعدها بشويه الزمالك نفسه حصل على ضربه جزاء بسبب احمد مصطفى زيزو، كره محاوله خطيره جدا من شيكابالا ومصطفى وسيف فاروق جعفر، وتصويبه توصل لزيزو اللي حاول انه يرقص محمد المغربي فخد ضربه جزاء بعد ما رقص. ليه؟ زيزو نفسه بص الكابتن ابراهيم نور الدين بيقول له ليه؟ يعني لو انا عملت حاجه كان فاكر ان هو فاول على زيزو، لكن الكابتن ابراهيم نور الدين راى ان في هاند بول على محمد المغربي فراح للفار. ودي كانت لقطه من اللقطات التحكيميه اللي هي صعبه جدا، صعبه لانه دي لازم لها انتظار. ليه؟ لانه اعتقد يعني باين في الاعاده، هو في ناس بتقول ان هي جت في ايديه ثم في راسه، انا مش باينين لي اساسا ان هي جت في ايديه. بصراحه مش شايف ان هي جت في ايديه، مش شايف انهي حته في ايديه اللي جت فيها ومنها لراسه بالسرعه دي. لكن ايا ما كان يعني هي الكوره كان في تسرع من الكابتن ابراهيم نور الدين في احتساب ضربه الجزاء، راح ورجع بقرار ضربه جزاء، وكلنا اول ما شفناها قلنا هو كان لازم يحسبها ضربه جزاء بعد ما رجع، لانه هو لغى هجمه كان ممكن زيزو يهدد بخطوره مرمى سموحه. لكن هو في الاخر شاف ان هي ضربه جزاء وحسبها ضربه جزاء واهدرها زيزو، ثالث ضربه جزاء يهدرها زيزو هذا الموسم في الدوري. لكن هو نفسه تألق وسجل هدفين، واحد برأسية والثاني بقدمه. قبلها كان شيكابالا سجل هدفا من جملة ملعوبة، والمفاجئ ان الأربعة سيد عبد الله، شيكابالا، سيف فاروق جعفر وزيزو شاركوا في الثلاث اجوال بتوع الزمالك، سواء في بناء الهجمة أو في الفينش لشيكابالا وزيزو. وبالتالي ده كان 4 تشكيلات هجومية هي اللي كانت السبب الأساسي في انتصار الزمالك النهاردة. معنا على التليفون نجم الزمالك السابق الكابتن تامر عبد الحميد. كابتن تامر أهلا بيك، منورنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده النور نورك أنت بقى والشياكة كلها اللي أنت عمال تنزلها على صفحاتك على السوشيال ميديا دي، عندي منين أنت بقى؟ قول لي كده. بتعلم منك يا كابتن. ها؟ بتعلم منك. خف شوية. ماشي هخف. مبروك يا كابتن للزمالك النهارده، عودة للانتصارات تحت قيادة فيريرا منذ وقت بعيد. مبروك لجمهور الزمالك. فوز مهم. جمهور الزمالك الليله دي بقى يبقى فرحان. كفايه بقى ليالي نكد قبل كده، وكفايه بقى ليالي حزن قبل كده. وجمهور الزمالك النهارده يعني يبقى فرحان، يبقى مبسوط عنده من النهارده ان شاء الله لغايه مباراه المريخ ان شاء الله. الكام يوم دول كده يبقى مبسوط فرحان بفرقته. النهارده يعني الفرقه عوضت جمهور الزمالك الحقيقه عن من اول يناير لغايه دلوقتي. شوف بقى كام يوم احنا في نكد يعني من ساعه ما دخلنا في 23 لغايه دلوقتي، والزمالك ما بيدوقش طعم الانتصارات باداء حلو كمان. مظبوط. الا النهارده نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي تبقى بدايه انفراجه باذن الله وبدايه انطلاقه ان شاء الله
على خط او على طريق تصحيح المسار على مستوى الاداء، وبالتالي هيبقى على مستوى النتائج ان شاء الله. طيب ايه اللي عجبك النهارده في اداء الزمالك، بما انك قلت انه الفوز جاء كمان باداء جيد افتقده الزمالك مؤخرا؟ بص، عجبني مبدئيا التشكيل يعني والطريقه اللي ابتدى بيهم مستر فيريرا المباراه. يعتبر ده افضل وانسب واحسن تشكيل جاهز دلوقتي. ده ما ينفيش ان بقيه اللعيبه كويسين، وبقيه اللعيبه على درجه عاليه من الكفاءه، انما الاجهز دلوقتي هم المجموعه دي. اجهز من الناحيه البدنيه، اجهز من ناحيه الروح، اجهز من ناحيه الانسجام كمان ما بينهم وما بين بعض، وتكامل الخطوط. ونحط تحت الانسجام وتكامل الخطوط كذا خط بكذا لون، علشان لما نيجي نتكلم نقول مثلا سيف جعفر جنب دونجا في قلب الملعب، شكل الملعب مختلف خالص 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 عن عمرو السيسي جنب دونجا، عن عمرو السيسي جنب رؤى لما اتغير الشوط الثاني. لما نقول ان سيد نيمار في الجنب اليمين مع زيزو، جبهه قويه جدا جدا جدا، غير لما سيد نيمار كان قاعد وبيلعب مثلا عمر جابر. في الجنب الناحيه الثانيه عبد الشافي موجود، عبد الله جمعه موجود، فتوح كان بيبقى موجود. لما ابراهيم نضاي كمان هيفوق ويخش برضه هتبقى جبهه قويه جدا. لعب بطريقه 3-4-3، تشكيل الاثنين في قلب الملعب محترم جدا، باكين الاطراف محترمين جدا، الثلاثه اللي قدام عوده احمد سعيد جميل موفق لشيكابالا اللي كان له النهارده بصمات واضحه جدا بلمسات في الثلاث اهداف الحقيقه. طيب الشوط الثاني تراجع مستوى الزمالك واستحوذ سموحه وهدد. شفت ازاي رد فعل محمد صبحي، وشايف ايه اسباب تراجع مستوى الزمالك اللي استقبل هدفا في النهايه؟ التراجع جه نتيجه حاجتين. الحاجه الاولانيه الاطمئنان على النتيجه، ده منطقي. تمام. الحاجه الثانيه التغييرات كتيره اللي اتعملت اللي هزت النقطتين اللي انا اتكلمت فيهم، اللي هم حته الانسجام والتكامل ما بين الخطوط والجبهات في وسط المجموعه. اعتقد كده خلاص، يعني من المفترض ان فيريرا خلاص حط ايده على التوليفه الانسب الافضل لفرقه الزمالك. وعلى فكره هي ديت يعني لغايه دلوقتي المجموعه اللي نقدر نقول متفاهمين مع بعضيهم، قادرين ان هم يأدوا مردود عالي. معنى كده انك شايف ان ماتش المريخ يبداوا بنفس التشكيله بتاعت النهارده؟ يا فندم، معنى كده انك شايف ان ماتش المريخ يبداوا بنفس تشكيله النهارده؟ مش بالضروره 100%. يعني مش بالضروره ال11 يعني التغيير دايما احنا بنتكلم وبنقول انه في حدود الاثنين لعيبه، يبقى انت ما هزتش انسجام وما هزتش تكامل للفرقه. انما لما تعمل تغييرات في حدود 4-5 لعيبه، لا هو دوت اللي يعمل الهزيمه. وانا دايما من انصار اللي بتكسب بيلعب بيه، يعني طالما كسبت بالمجموعه دي كمل. تمام. سيف فاروق جعفر النهارده هو رجل المباراه وساهم في في الثلاث اهداف اللي سجلها الزمالك، وعمل مجهود كبير قبل ما يخرج وينزل مكانه عمرو السيسي. شفت ازاي مستواه اللي ظهر بيه النهارده، وهل يعوض امام عاشور اللي بيدافع ويهاجم ورحل الى ميتلاند الدنماركي؟ سيف جعفر ما كانش رجل للمباراه بس، ده كان رجل للمباراه وكان كلمه السر وكان المفتاح السحري اللي الزمالك حل بيه ازماته خلال الفتره اللي فاتت، اللي كانت بتتمثل ان ما كانش فيه اللاعب حلقه الوصل في منطقه قلب الملعب اللي بينقل الفرقه للجزء الهجومي، واللي عنده لمسه مختلفه شويه، تمام، ويقدر يكمل في الجزء الهجومي ويبقى فعال. عمرو السيسي اتظلم في الحته ديت، لان مش امكانياته ان هو يعمل الدور ده، انما كان بياخده لما كان بيلعب جنب دونجا. وهما الاثنين احنا اتكلمنا وقلنا والدنيا كلها اتكلمت وقالت ان هما الاثنين نسخه واحده، او هما الاثنين وجهين لعمله واحده، او قماشه تحت واحده، او مواصفات واحده. فبالتالي سيف جعفر وجهه نظري متواضعه جدا، لو خد عدد كبير جدا من الماتشات وثبت اقدامه في الحته ديت جنب
نبيل عماد دونجا مش هيعوض غياب امام عاشور، هيتفوق على امام عاشور. يتفوق على امام عاشور. يتفوق على امام عاشور. لان سيف كمان عنده الحته باص اللي ممكن يوصل اللعيب في رجليه ويحطها له، وصلوا بيها للجول، خطيره ومهمه جدا. لسه امكانيات سيف الحقيقيه في الجزء الهجومي ما بانتش، هتبان اكتر يا هاني لما ياخد عدد كبير من المباريات ويثبت اقدامه ان شاء الله باذن الله. لكن في نص الملعب، لكن على المستوى الدفاعي، وده اشار اليه فيريرا النهارده، امام بيمتاز بالدفاعي والهجومي، سيف واضح انه اغلب قدراته هجوميه، فكيف يزيد من قدراته الدفاعيه؟ امال انا ملاعب جنبه دونجا ليه؟ علشان يبقى في التكامل ما بينهم. لما تحسب اتنين حسبتهم على بعض هيبقى وسط ملعبك 100%. يعني لو اتكلمت وقلت ان دور دونجا الهجومي مثلا دوره في الملعب 65% دفاعي 35% هجومي، واكيسها لسيف جعفر، يبقى هتقدر تملى منطقه قلب الملعب بشكل كويس. ومش عاوزين نحمله اكتر من طاقته. يعني محتاجين ان احنا نقف جنبه ندعمه. مفيش لعيب في الدنيا ما عندوش نواقص، خامه كويسه جدا، محترمه جدا جدا جدا، بروميسنج جدا لنادي الزمالك ان شاء الله والمنتخب مصر. فالنوعيه ديت من اللعيبه لازم تقف جنبه. اكيد هيبقى عنده في بعض النواقص، مفيش حد فينا لاعب فريق اول وهو كامل من مجاميعه. يعني الكبار اللي انت بتجيبهم من مره بملايين الدولارات عندهم نواقص. فبالتالي مفيش مشكله انا شايف. كابتن تامر، مبروك مرة تانية ونورتني وشرفتني كالعادة. الكابتن تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومصر السابق، الظهير الأيمن الأسبق للقلعة البيضاء. تشكيلة الزمالك كيف بدأ جيسوالدو فيريرا؟ قبل ما نشوف تصريحات المديرين الفنيين كانت كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد بطريقة 3-4-3، كان على المقاعد البدلاء، فشارك محمد صبحي أساسيا النهاردة، تاني مباراة لهذا الموسم بعد مباراة المصري البورسعيدي اللي كانت انتهت بالتعادل الإيجابي، وعمل مباراة جيدة جدا على مستوى يعني صد التصويبات اللي جت عليه وعلى مستوى الخروج على الكرة. وربما رأى فيريرا انه لازم بقى يغير عتبة بشكل او باخر في بعض المراكز. على مستوى ثلاثي خط الدفاع محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني. عبد الغني لاعب صلب، ولكن تبقى الهفوات هي اكثر ما يؤرق فيريرا اكيد على مستوى قلب الدفاع للثلاثي اكيد. وان كان محمد طارق باستمراره على ارض الملعب واضح ان اللاعب جيد جدا، هتظبط شويه التمركز على مستوى خط الدفاع، على مستوى القتال بتلاقيه موجود جدا، على مستوى كمان انه يتحرك مع او يدي مساحه لسيد عبد الله انه يتحرك. واضح انه اضافه هتبقى جيده جدا للزمالك في المرحله المقبله. محمد عبد الشافي لعب يسارا في غياب فتوح للاصابه، سيد عبد الله لعب يمينا في غياب عمر جابر للإصابة، وبقاء المثلوثي على مقاعد البدلاء ورجع من الإصابة. شارك النهاردة حمد الله على سلامة المثلوثي. نص ملعب تجاور نبيل عماد دونجا وسيف فاروق جعفر في نص ملعب، وهي دي النقطة. سيف فاروق جعفر كانت أدواره الهجومية كتيرة جدا، كان نبيل عماد دونجا بيبقى في نص الملعب وسيف بيضم، بيبقى مسافة بينهم مثلا ما لا يقل عن 20 متر ما بين ده قبل نص ملعب وده بعد نص ملعب، فكان مدي زياده بيعمل مواقف هجوميه جيده ما بينه وما بين سيد عبد الله وما بينه وما بين شيكابالا او زيزو لما اتنقل ناحيه اليمين. شيكابالا بدا يمينا، زيزو بدا يسارا، وسيف الجزيري في المقدمه. ربنا يعين الجزيري، انا بشوف ان هو مش بيمر باحسن فتراته، لكن ربنا يعينه لانه عدم وجود ولو بديل واحد جاهز مرهق جدا على سيف الجزيري اللي محتاج انه يريح بشكل او باخر، لكن مش سهله خالص في المرحله الحاليه. شيكابالا كالعاده وجوده جوه ارض الملعب بيحدث الفارق بالنسبه للزمالك بلمساته يعني رؤيته المختلفه، وسجل هدفا جميلا في شباك الهاني سليمان اللي جت لقطه كده وراح واقع على الارض قبل ما يتعمل كاونتر اتاك او يتعمل رميه تماس سريعه، فابراهيم نور الدين قال له عامل له ايه يا شيكابالا، ما هو واقع على الارض، حارس المرمى مش هينفع، انا عارف ان هو بيمثل. راح ماسك راس كده لهاني سليمان وقال له قوم بقى يلا. كانت لقطه من اللقطات المضحكه لكنها في نفس الوقت اللي هي تعودنا عليها ومش لاقيين لها حل لغايه دلوقتي في الكره المصريه. اتعملت تغييرات عديده للزمالك بدايه من الدقيقه 65. على فكره جرب النهارده
فيريرا ان يشوف عمرو السيسي ينفع يبقى هو اللاعب اللي بيبقى ثابت رقم 6 لوحده ولا لا؟ لان هو لما نزل النهارده عمرو السيسي مكان دونجا فضل لمده 10 دقائق سيف فاروق جعفر وعمرو السيسي، فكان مثبت عمرو السيسي، ما كانش مخليه رقم 8، كان مخليه رقم 6، فكان بيجربها لانه طول الوقت بيتقال له اعتبر ان عمرو السيسي زي دونجا، ما ينفعش يلعبوا جنب بعض، ينفع واحد منهم يبقى 6 او 6 لو عايز بقى، وانت بتزود الناحيه الهجوميه وبتقلل الادوار الدفاعيه على الاطراف او على المهاجمين. على اي حال تعالوا مع بعض نروح للجانب التحكيمي، المحاضر التحكيمي الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا هاني، ازيك؟ اخبارك ايه؟ زي الفل، منور الدنيا يا كابتن. بوجودك دايما، انت اللي منور. ايه رايك في اداء التحكيم النهارده في المباراه سموحه والزمالك؟ والله ليه يعني انا مش عايز اقول لك ان الاداء مزعل، يعني مزعل الواحد وهو بيتفرج. ما كنتش احب ان ابراهيم يظهر بالمشهد ده. لو كنت هو لسه جاي من تونس وكان لاعب مباراتين في الدوري التونسي، وكنت شايف ان لجنه الحكام لو شايفه ان ابراهيم مرهق من السفر او من الاداء من لعب المباريات هناك، كان المفروض تريحه، او هو كان واضح عليه الارهاق حتى في اللقطه الاولى اللي تم استدعاء حكم الفيديو لابراهيم نور الدين. كانت في الدقيقه الاولى. المفروض ان انت في بدايه المباراه بتكون في عز تركيزك يعني تبقى في اعلى درجات التركيز. كان بعيد جدا عن منطقه الجزاء وعن الحاله. كنا في الدقيقه بالظبط، كان في الثانيه 22 تحديدا يعني. كان بعيد، وكان في سقوط من لاعب سموحه. ولكن هروح للصوره اللي احنا كلنا شفناها. ايوه، وقت اعاده الكره في الفار. لقطه الفيديو اللي احنا كلنا شفناها. للامانه عشان نكون برضو واضحين، كانت طالعه ابيض واسود، والصوره كانت ما فيهاش وضوح بالنسبه لنا. ولكن هروح مع المنطق يعني اللي احنا شفناه، ان لاعب سموحه وصل للكره الاول، وشفنا حصل تلامس، لكن هل يرتقي للمخالفه؟ الصوره ما توضحتلناش ده. ولما حكم الفيديو استدعى مصطفى مدحت، لما استدعى ابراهيم نور الدين، هو عمل شغله على فكره وادى اداء جيد جدا، لان هو جابه وحس ان هو بعيد، فتعالى شوف يمكن انت يبقى عندك قرار تاني غير اللي انا شايفه، غير اللي انت خدته. لكن ابراهيم كان قراره مفيش ركله جزاء، وانا همشي معاه في الاولى. ولكن الثانيه هي ليه يعني انت دي شايف ان هو اقتنع بوجهه نظره اللي شافها على ارض الواقع لما راح شاف الفيديو، فانت هتمشي معاه لانك شايف ان هي مش واضحه قوي، دي فيها تلامس يرقى الى ضربه جزاء ولا لا؟ طبعا انا ما اقدرش اقول قرار ان كان قدامي صوره واضحه، لكن للاسف الصوره ما كانتش واضحه. ولكن طبعا همشي مع قراره لان هو كان قدامه الصوره واضحه. ايوه، وهروح لاستدعاء الحكم مصطفى مدحت زي ما قلت لك. هو كان بعيد جدا في بدايه المباراه. اللقطه الثانيه بقى كابتن ابراهيم نور الدين كان قريب قوي، كان قريب من الكوره جدا، وانا هتفق معاك طبعا، كان قريب جدا. واللقطه الثانيه دي بقى فيها حاجه مهمه جدا، ان انت كحكم في الملعب انت شفت لاعب الزمالك او مهاجم الزمالك داخل منطقه الجزاء استحوذ على الكوره للمره الثانيه. ايوه، لو انت اعتبرت ان في مخالفه فلازم، ودي من ضمن التعليمات الاتحاد الدولي، ان انت بتستنى بالصفاره شويه وبتسمح باستمرار اللعب. ممكن يحرز منها هدف، وفي الحاله دي هيتم احراز هدف لو كان في مخالفه سبقت الهدف. ولو ما احرزش كان هيرجع للبينالتي ولا كان هيحصل ايه؟ لو ما احرزش بقى لا، ما هو كان لو كانت اللعبه انتهت بغير هدف كان هيبقى في استدعاء من حكم الفيديو لو كان في مخالفه. طيب. انا بتكلم في تطبيق. طب هسالك بس قبل ما تحكي كل حاجه براحتك عشان ما بقاش بقطع كلامك. هو ضربه الجزاء مش هي ما فيهاش اتاحه فرصه؟ لا، انت داخل، لو تفتكر احنا قبل كده اتكلمنا مع بعض وقلنا ان داخل منطقه الجزاء وداخل الستة ياردة، منطقه الستة ياردة، لو الحكم شايف في رايه طلعت او في مخالفه والمهاجم استحوذ على الكره للمره الثانيه، هو خلاص يعني هو اصلا ما فيش مخالفه. خلينا متفقين ان اصلا ما كانش فيه وجود للمخالفه. لكن انا بتكلم في تطبيق حكم دولي كبير. ايوه، وبيشارك في بطولات كبيره، فبيطبق التعليمات اللي هو تعليمات الاتحاد الدولي. لكن احنا اللي هي ايه؟ انا بس عايزك تقولها لي التعليمات بتقول ايه؟ لو كان في مخالفه كان ايه اللي المفروض يحصل؟ انت لازم التعليمات كده بكل بساطه، انت لازم تستنى صفارتك، تستنى لو ان حصل مخالفه او مفيش اتاحت فرصه داخل منطقه الجزاء. ولكن في حالات
لازم تستدعي ان انت تستنى بالصفاره شويه، تمام، عشان ممكن يتم احراز هدف. على سبيل المثال في لمسه يد وبعد كده راحت لزميله، وبعد في حاجات كتيره في القانون لها تفاصيل كتيره جدا، مش هنخرج بره الحاله. مفهوم. ولكن انا هتكلم على ان اصلا الصوره اللي قدامنا اللي كلنا شفناها لا وجود لمخالفه، لا موجود، مفيش عرقله، مفيش لمسه يد. لمسه اليد كمان مش موجوده عشان نقول الايد مكبره الجسم او خارج الجسم. حتى الاحتمال ده مش موجود. ابراهيم حتى لما هنلاقي، لو انت حتى عندك اعتقاد ان في لمسه يد، الكوره كانت هتتحرك عكس اتجاه لاعب الزمالك، مهاجم الزمالك، فهو استحوذ عليها المره الثانيه، خبطت في راسه، وبعد كده استحوذ عليها تاني. مجرد ما لاعب الزمالك استحوذ على الكوره لقينا الصفاره طالعه، ولكن مصطفى مدحت حكم الفيديو للامانه تدخل جيد جدا منه. وعايز اوضح كمان ان مصطفى مدحت جاب لابراهيم كل الزوايا اللي بتوضح له عدم وجود مخالفه. صح. واتفاجئت ان ابراهيم وهو راجع، ابراهيم نور الدين وهو راجع يشاور بايده ان في لمسه يد. دي اللقطه اللي كلنا ما شفناهاش، وما يعني ما اعرفش، هو الوحيد اللي شاف ان في لمسه يد. ولكن حكم الفيديو حاول يقنعه بكل الزوايا اللي احنا شفناها. الصوره طبعا دي كانت جايه لنا واضحه بالالوان عكس الصوره الاولى. صح. لكن ابراهيم نور الدين هنا قراره كان غريب، انا هعتبره قرار غريب وغير مبرر ان هو يرجع بركله الجزاء اللي حسبها. وعايز اكد لك ان ركله الجزاء دي اثرت بشكل كبير، مش هقول لك على نتيجه المباراه، ولكن اثرت على اداء لاعبي سموحه. لان هم حسوا، لان خلي بالك اللعيبه كانوا شايفين ان زميلهم مفيش حاجه، هم حتى استغربوا يعني. فانت بيحصل لك نوع من، يعني انا عارف، من الاحباط. اثر على باقي المباراه؟ اكيد طبعا، اكيد مفيش شك. وخلينا نتفق ان قرار ركله الجزاء بالشكل اللي احنا شفناه النهارده ده، لا انا اعتبره اثر على نتيجه المباراه، واثر كمان على اداء اللاعبين اللي تم عليهم احتساب القرار. لكن القرار غير مبرر وغير مفهوم من ابراهيم نور الدين. بشكرك جدا كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، محاضر التحكيمي ومساعد الحكم السابق الدولي. وهذا ما قاله الكابتن احمد سامي نفسه بعد المباراه، لما قال انه ضربه الجزاء اللي ما اتحسبت لناش وضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا اثرت على ما تبقى من المباراه. تعالوا نستعرض ماذا قال الكابتن احمد سامي، اللي قال ان الدوري المصري مقاييسه ليست واحده على مستويات التحكيميه. تصريحات الكابتن احمد سامي كانت كالتالي: قال: النتيجه لا تعبر عن اللقاء، لا نستحق الهزيمه، كنا الافضل في بدايه المباراه وكنا قادرين على التسجيل رغم الاخطاء. ركله الجزاء مشكوك بها، لم نلعب مباراه مفتوحه امام الزمالك. التقييم بشكل احترافي، ليس اي فريق يخسر يعني انه لعب سيئا. الزمالك استثمر الاخطاء، نجح في الفوز، لنا ركله جزاء لم تحتسب، كانه حرام احتساب ضربات جزاء على الانديه الكبيره في بدايه المباراه. لدي شجاعه كافيه ان اقول بان المقاييس ليست متساويه. اما فيريرا المنتشي باول انتصار له في عام 2023 قال: أرضية الملعب كانت صعبة وهو ما جعلنا نعاني ببعض الأمور. سجلنا 3 أجوال، من الممكن أن نحرز 4. اللاعبون كانوا مرهقين، حققنا فوزا مهما وكنا بحاجة له. الجميع تأكد حاليا أننا لا نزال نمتلك الجودة وقادرين على أن نكون أفضل في القادم. هذا ما يجب أن يعلمه اللاعبون وأنهم قادرون على الفوز وتصحيح المسار. هناك عدد كبير من اللاعبين شاركوا بمباريات كثيرة في وقت قليل، والعكس سيف جعفر لاعب مميز، جزء من المنظومة يحتاج لبذل مجهود أكثر وهذا تحدي له. الدور الدفاعي سيف، لكن برافو لأنه فكرة إن إمام مشي يوم، فيريرا مشي يوم 24، إمام مشي يوم 30، رجع فيريرا يوم 2/2 لقى إمام مش موجود، ففجأة بقى دور بقى ادعك الفانوس وطلع لنا حل سحري. فالحل دلوقتي عند سيف اللي مفيش في خط وسط الزمالك زيه، او هو اكتر واحد يعرف يعوض دور امام عاشور، يتفوق بقى او يكون اقل، لكن هو ده اللاعب اللي عليه مسؤوليه كبيره جدا دلوقتي، وهو لاعب هادئ جدا واثق من نفسه. فهنشوف بقى مراحل تطور سيف فاروق جعفر. نكمل تصريحات فيريرا سريعا جدا قبل ما نختمها. قال انه الاداء بالشوط الاول كان جيدا وقدمنا مباراه جيده، خاصه الجبهه اليمنى بتواجد زيزو وسيد وسيف. درسنا فريق سموحه جيدا، نجحنا في خلق مساحات على الطرفين، نخوض المباريات فتره قصيره، يتم تجهيز اللاعبين للمشاركه، نتبع سياسه التدوير ونحاول عمل توازن بين المباريات. ده نفس اللي بيقولوا في الحته بتاعه التدوير دي المدير الفني الاخر في النادي الاهلي مارسيل
كولر. أما مؤمن زكريا عضو الجهاز الفني في نادي سموحة فنشر تغريدة مش عارف خلال المباراة ولا بعد المباراة، أعتقد بعد المباراة مباشرة من 10 دقايق بالظبط، ونصها فقط إبراهيم نور الدين، بس كده. عمل لها كام ريتويت دي من 10 دقايق؟ كام يا جماعة؟ كان 23 بس احنا خدناها أول ما نزلت يعني. هي نازلة من 11 و19، دلوقتي الساعة كام؟ 11 و39. طيب ماشي. أكيد بتحمل معاني، يعني معنى إنه هو يقصد إن إبراهيم نور الدين تعامل بطريقة أهدرت على سموحة نقاطا. طيب إلى الأهلي. الأهلي وصل الحمد لله بالسلامة امبارح بعد ما جاء في المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية اللي فيها فاز في مباراتين وخسر أخرين، ويستعد الآن لدوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني هناك في السودان في ملعب الهلال، لكن يوم السبت الساعة 3 العصر. راحة يومين، النهاردة اليوم الأولاني منهم. لعيبة المفروض بقى تهدى جدا بدنيا وذهنيا علشان تبدأ التحدي الجديد كما جاء في الصورة اللي نشرتها صفحات الأهلي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة. إيه اللي قاله مارسيل كولر بعد آخر مباراة بعد انتهاء البطولة رسميا في كأس العالم للأندية للعيبة قبل ما الفرقة تبدأ تتحرك علشان ترجع للقاهرة؟ تعالوا مع بعض نستعرضوا كيف جاءت نقاشات السويسري مع لاعبي الفريق المصري. قال: معلوماتنا أنه كان غاضبا للغاية عقب الخسارة من فلامينجو، وتحدث مع اللاعبين بلهجة حادة على غير العادة. الحصول على المركز الرابع بحسب تصريحاته ليهم أو كلامه معهم لا يعكس المستوى الذي قدمه الفريق منذ مطلع البطولة وأهدر المجهود الذي بذل في المباريات الأربع. الأخطاء الفردية وغياب التركيز كلفت الفريق عدم التواجد في المباراة النهائية أو على الأقل حصد المركز الثالث. تطرق في حديثه لغياب التركيز أمام المرمى والذي تكرر في أكثر من مناسبة كان آخرها أمام فلامينجو، موضحا أن ظاهرة إهدار الفرص السهلة لابد أن تنتهي من الفريق. معلوماتنا أن حديثه لم يستمر طويلا، لكنه طالب اللاعبين في النهاية بضرورة التعلم من الدرس والقتال على البطولات التي يخوضها الفريق هذا الموسم. طيب قبل ما نسيب الأهلي أقول لكم إنه مارسيل كولر عايز حارس مرمى. هل ده علشان الشناوي مش عاجبه؟ لا، علشان يعرف إذا احتاج إنه يبدل الشناوي يلاقي حد يلعبه. يعني هو من الآخر شايف إن الشناوي رقم واحد بالنسبة له، وإن البدلاء بتوع الشناوي مش على قدر التحامات ومباريات الأهلي حالياً. يعني شايف التاني تالت من الآخر يعني، فعايز تاني، عايز حارس رقم 2 علشان إذا استمرت أخطاء الشناوي أو ارتكب أخطاء أو إذا أراد أن يريحه يلاقي حارس بديل. ده لا يقلل من علي لطفي ومن مصطفى شوبير ومن حمزة علاء. مصطفى شوبير يرجع بالسلامة إن شاء الله، لكنه في النهاية هو الراجل ليه اختيارات إن محمد الشناوي رقم 1 وأنا محتاج بديل للشناوي قريب من مستوى محمد الشناوي. ده معناها إن الأول مش نفس أو بعيد في المستوى عن مستوى الباقين. محمد الشناوي كان ليه بعض الأخطاء في بطولة كأس العالم للأندية، لكن وجهة نظري أنا دايما إن هو رقم 1 اللي من غير بديل ده لازم هيجي له وقت وهيهتز، وانت اللي هتبقى في ورطة ان انا مش هينفع اقعده لان هو رقم 1، وفي نفس الوقت طب ما انا حاسس ان محتاج اقعده بس مش عارف اقعده. فمحمد الشناوي له الكثير من النجاحات، بل ومن اسباب نجاحات عديدة حققها الاهلي، لكن في النهاية كولر بدأ يتواصل، كان يتواصل من فترة وبدأ يتواصل من جديد على فكرة استخدام حارس مرمى في فترة الصيف للنادي الأهلي.